أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من كل مكان. مدفع الإفطار اضرب جملة من أكتر الجمل ارتباطا بشهر رمضان، وهي جملة بنسمعها كل يوم طول أيام شهر رمضان مع أذان المغرب. لكن إيه هي حكاية مدفع الإفطار وإزاي ابتدى؟ وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك، ولو انت اول مره بتتفرج علينا ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهات. كان المسلمين زمان بياكلوا ويشربوا عند سماع اذان المغرب، وبيتوقفوا عن الأكل قبل أذان الفجر بفترة قليلة. وحاول المسلمين على مدار التاريخ مع انتشار رقعة الإسلام في العديد من الدول إن هم يبتكروا وسيلة مختلفة تنبه المسلمين لوقت الفطار مع أذان المغرب. في 3 روايات لوجود بداية مدفع الإفطار، والثلاث روايات أجمعوا على إنه كانت البداية من القاهرة، وإن أول مكان انطلق منه مدفع الإفطار هي مدينة القاهرة. الرواية الأولى بتقول: مع غروب شمس أول يوم من أيام رمضان سنة 865 هجريا، السلطان المملوكي خوش قدم حب يجرب مدفع جديد كان جايله مخصوص، وتصادف ضرب المدفع وقت أذان المغرب بالظبط، وافتكر الناس إن السلطان استخدم المدفع عشان ينبه الصايمين للفطار. تاني يوم اتجمع مجموعة من الشيوخ والأهالي وتوجهوا لمقر الحكم عشان يشكروا السلطان على فكرة المدفع دي. لما لقى السلطان إن الناس مبسوطة بحكاية المدفع دي، قرر إن المدفع يضرب كل يوم وقت الفطار وقت أذان المغرب طول أيام شهر رمضان. الرواية التانية بتحكي إن في بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل كانوا بينظفوا واحد من المدافع اللي موجودة، واتضربت منه قذيفة بالغلط، والوقت ده كان وقت أذان المغرب بالظبط، وكان في يوم من أيام شهر رمضان. افتكر الناس إن الحكومة عملت تقليد جديد عشان تنبه الصايمين بميعاد الفطار. ولما عرفت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بالموضوع ده وإن الحكاية عجبت الناس، هي كمان عجبتها الفكرة، وأصدرت فرمان بضرب المدفع وقت الفطار طول أيام شهر رمضان ووقت الإمساك، وارتبط المدفع باسم الأميرة فاطمة وبقى اسمه مدفع الحاجة فاطمة. الرواية الثالثة بتتكلم عن إن مدفع الإفطار بدأ في عهد محمد علي باشا لما جات له مجموعة مدافع جديدة وحب يجرب مدفع منه، وإن الوقت اللي اتضرب فيه المدفع كان وقت أذان المغرب بالظبط في أول يوم من أيام شهر رمضان. وافتكر الشعب إن الحكومة قررت إنها تبتكر وسيلة جديدة عشان تنبه الصايمين بميعاد الفطار، وابتدت الناس تتكلم عن الحكاية دي وإنها عجبتهم. ولما الموضوع وصل لمحمد علي باشا وعرف إن هو عجب الناس، قرر إن المدفع يضرب طول أيام شهر رمضان في نفس التوقيت. بدأت الفكرة تنتشر في دول كتير بعد كده، وأول مكان ابتدت تنتشر فيه هي دول الشام زي دمشق والقدس وباقي مدن الشام. بعد كده اتنقلت لبغداد في أواخر القرن ال19، ومنها اتنقلت للكويت اللي ابتدت استخدام المدفع سنة 1907، ومنها اتنقلت لباقي دول الخليج قبل ظهور البترول. كمان فكرة مدفع الإفطار اتنشرت في دول غرب أفريقيا زي النيجر وتشاد ومالي. كمان الموضوع اتنشر أكتر في دول شرق آسيا ومنهم أندونيسيا اللي ابتدت تستخدم مدفع الإفطار سنة 1944. أيا كانت الرواية الصحيحة لبداية مدفع الإفطار، إلا إن هو كان تقليد جميل عجب الناس. فضل مدفع الإفطار يشتغل بالذخيرة الحية لحد سنة 1859، وبعد امتداد العمران حوالين المكان اللي فيه المدفع وهو القلعة، ابتدى يبقى فيه شكاوى كتير من تأثير استخدام الذخيرة الحية على مباني القلعة والأماكن المحيطة بيها. ومع ظهور جيل جديد من المدافع بدأ استخدام الذخيرة الفشنك. مع زيادة الشكاوى دي اتنقل المدفع لنقطة الإطفاء في الدراسة قرب جامع الأزهر، وبعدين اتنقل مرة تالتة لمدينة البعوث الإسلامية قرب جامعة الأزهر. كان في 6 مدافع موجودة في القاهرة لحد وقت قريب متوزعة على 4 أماكن، 2 في القلعة و2 في العباسية، 1 في مصر الجديدة و1 في حلوان. وكانت المدافع دي كلها بتتضرب في وقت واحد عشان يسمعها كل سكان القاهرة. وكانت المدافع دي بتخرج أول يوم رمضان عشان تاخد أماكنها المعروفة، وبعد انتهاء الشهر ترجع تاني. وكان خروج المدافع دي بيتم في احتفال كبير، وهي محطوطة على عربيات بتشدها الخيول عشان توديها لأماكنها. توقف مدفع الإفطار عن عمله سنة 1987 ولمدة حوالي تقريبا 30 سنة، لكنه في سنة 2021
اتقرر رجوع المدفع تاني للخدمة بعد أعمال الصيانة والترميم للمدفع. صحيح إن الصدفة البحتة كانت السبب الرئيسي في وجود مدفع الإفطار، إلا إن وجوده عمل حالة من البهجة والسعادة عند الناس، خصوصا لما كنا بنسمع جملة مدفع الإفطار اضرب وقت أذان المغرب. سلام.